يا أهلا وسهلا بكل الأوتاك والأساطير في الملخص الثالث من الموسم الأول من بلولو. لو ما شفتش الملخص الأول والثاني شوفهم وارجع. لذا ولي راح اسيب لك رابط بتاعهم في أول تعليق. ناجي بيخدعهم كلهم وبيوقعها من فوقهم وبيتهيأ إن الموضوع خلاص، لكن في آخر لحظة بيتدخل جاجمار وبيقدر يلحقها من على خط المرمى، والكرة بتوصل لراجل إيساجي اللي بيكون في قمة حماسه، والفريق كله بينطلق ناحية المرمى. إيساجي بيقسم إنه هيفوز بالماتش ده حتى لو على جثته، وبيمرر الكرة لباتشيرا اللي بيعدي منهم بحركاته المميزة وبيرجعها تاني لإيساجي. إيساجي في لحظة بيقرأ الموقف وبيمررها لتشيجري، وتشيجري بينطلق بسرعة خرافية ناحية المرمى، بس الدفاع كله واقف قدامه، فبيرجعها تاني لإيساجي اللي بيكون في مكان مثالي للتسديد. قدامه مدافعين بس، فبيقرر يعمل 1-2 مع كونيجامي وبيمررها له، بس زانتس بيقطعها منه. لحسن الحظ الكرة بتروح لرايتشي اللي بيبصيها لباتشيرا، وده بيدوره بيشوف النار في عيون إيساجي فيرفع له الكرة. إيساجي بيجهز نفسه للتسديد، لكن فجأة الوحش ناجي سيشيرو بيتدخل وبيحاول يقطعها.